النشرة الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق سردا والوزاني فقدت عيني ضحايا تفجير الويجر يتذكرون الرسالة التي أفقدت العشرات في لبنان بصرهم. محاكاة احتلال جنوب لبنان تدريبات إسرائيلية تثير التساؤلات. نصار نفى حصول مشادة خلال جلسة المجلس الوزراء تمسكت بحق المغتربين بالتصويت ل 128 نائبا. المراقب المالي في إسرائيل في تقرير حول الحرب الزراعة غير محمية وإيلات تنهار. النشرة محلقة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية بالقرب من أحد المنازل المأهولة في بلدة عية الشعب. ومتابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. أفاد مراسل النشرة في الجنوب بأن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق سرادة والوزاني. وأفاد مراسل النشرة قبل لحظات قليلة في الجنوب أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية بالقرب من أحد المنازل المأهولة في بلدة عية الشعب. وعلق وزير العدل عادل نصار على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء قائلا: لم تحصل أي مشادة كلامية، بل كان هناك إصرارا على موقفي وقناعتي وبوجوب وضع مشروع قانون يضمن حق المغتربين في التصويت لجميع النواب وال 12 ال 128 ويؤكد إجراء انتخابات في موعدها. ونشر المراقب المالي للدولة في إسرائيل متانياهو أنغليمان تقريرا خاصا عن قطاع الزراعة خلال فترة حرب غزة، محذرا من أن الزراعة غير محمية وإيلات تنهار. وأردف نتنياهو وغلمان يشير هذا التقرير إلى أوجه قصور رئاسية في استعدادات وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات الصلة بالطوارئ في مجال الزراعة وفي تنفيذ الاستجابة بعد اندلاع الحرب. وأضاف غلمان في تقريره: اللاذع في زمن الحرب وقف المزارعون الإسرائيليون وعملهم في الخط الأمامي تشبثوا بالأرض مع تعرضهم لخطر مباشر وفوري على حياتهم، وعادوا لتشغيل مزارعهم حتى النيران. متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.